سيدة في الوطن هي إحدى سيدات الأمن مهما يكون دورها، زوجة، أم، طالبة تربوية أكاديمية، وكإعلامية أجد نفسي جندية مجندة لهذا الوطن. وهنا في ثغر من ثغور الوطن على أرض القداسة والشموخ، نحن هنا برفقة حرس الحدود في أبعد نقطة قد أصل إليها جولاتي في داخل ربوع الوطن. دائما أتنقل في أوردته وفي شرايينه من شماله لجنوبه، من شرقه لغربه. هنا أقف وأقول يا ديرتي حبة الروح اغذاها، هو زادها وشربها هو ماها. يضيق صدري كل ما غبت عنك، وليا دخلت الدار قمت اتباها، وافرح واقول اني سعيده بداري وبشيوخها اللي طوروا مستواها. اشبال ليث سادها واستوت له، وعقب التشتت جمع الله اقراها. ودي حقيقة كلمة تصل إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسيدي ولي العهد الأمين النايف محمد بن نايف عين الوطن الساهرة التي لا تنام، وللوزير الشاب ولي العهد الأمين وزير الدفاع. أقول لهم هنا وعلى كل شبر من أرض الوطن نرقد آمنين، أولا بفضل الله ثم بفضل جهودهم وجنود هؤلاء الأبطال. ودائما يستمر الدعاء في كل لحظة وفي كل حين، اللهم أعز الوطن وانصر الوطن واحمي الوطن وأبناء الوطن وولاة أمورنا. طبعا فاطمة العنزي، معدة ومقدمة برامج في إذاعة الرياض.